بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنعمل برجر الغلابة. برجر الغلابة هنتكلم عنه بالتفصيل، وهو عبارة عن البنجر. وطبعا سلقنا البنجر في المية دي، وعارفين ان البنجر مفيد جدا، واللون الاحمر ده اللي هو الحديد، ودايما الدكاترة بيوصفوه للناس اللي عندها انيميا. سلقناها وقطعناه زي ما انتم شايفين كده اهو، شرايح سلايسز هنشوفوه دلوقتي. ولكن تعالوا نحضر الاول. عندنا هنا ده نشا، ممكن تحطي نشا او دقيق عادي او دقيق ذرة او دقيق حتى سمولينا للكفر. الكفر ده بقسماط مطحون او فتات خبز او دقيق سمولينا اللي هو بتاع البسبوسه. هنا بقى نحط بهاراتك، اي بهارات انت بتحبيها، شطه، جنزبيل، كمون، ممكن بقى بصل بودر، توم بودر. نحطه هنا، الموضوع نخليه سبايسي شويه، نخليه فيجيتار. تمام. زعتر، روزماري، جنزبيل. البهارات دي اختياري، يعني تضيفي حاجه تقللي حاجه اللي انت عايزاه. هنا كمون مطحون اهي. نخلط المكونات دي مع بعضها كده. ممكن تحطي هنا بدل دي كنتاكي، مقرمشات كنتاكي، ممكن تحطي سمسم، ممكن تحطي دقيق ذرة. تمام. عايزه تحط بيض ولبن وبقسماط، شمام، شغال اهو. هنا طبعا عندنا ادي كاتشب، وهنا او مايونيز، وهنا كنت عامله طحينه. تمام. ممكن بقى تختاري اي حاجه. هنا زي ما انتم شايفين، طبعا انا مش هعرف امسكه عشان اللون الاحمر بتاعه. ادي القشر اهو، والقشر ده بحطه في كيس كده في الفريزر اهو، عشان ابقى اغليه واستعمله. القشر ما برموش. طبعا هنا جبت عيش كايزر وقطعته بالسكينه، وفي ناس كمان بتفرده كده وتحمره من النص. تمام. طبعا الفكره كلها اللي احنا بناخده شريحه كده من البرجر بتاعنا دهوت، نحطوه زي ما قلت. تعملي بقى ميكس بين النشا او دقيق ذره. طبعا الميه دي ما ترميهاش. الميه دي ممكن تعملي عليها سلطه، ممكن تعملي عليها كمان عصير، تضيفها للعصير عشان مفيده جدا. طبعا عشان بقى ايه، هنا هنضغط عليه. انا مش عايزه امسكه عشان انتوا عارفين اللون الاحمر بيبهدل الدنيا، مش هعرف اصور اهو. خلاص كده النشا وبعدين البقسماط، وهكذا طبقه وطبقه، كاننا بالظبط بنقلي بانيه. واهي شويه زيت على النار، ويلا بينا بسم الله. طبعا اول ما يطلع عايزه بقى تحطي، انا هنا هقلي معاه فلفل ومتنجان، وده اختياري برضو. انا بشقق بس المتنجانه كده اهو. في ناس بيحطوا طبقه شريحه من الطماطم والجزر والخس وكده، ولكن بيخلي البنجر بتاعنا يطرى. هعمل طبقه وطبقه وندخل نقلي مع بعض. طبعا الزيت اهو بناخده، طبعا الطبقه اللي هي بتاعه البرجر بتاعنا، ونحطه في الزيت بسم الله. طبعا يفضل يكون الزيت مقدوح جامد. عايزه تحطيه في الفرن شغال برضو. اول ما يتحمر هنحطوه في، عايزه بقى تاكليه مع كابوتشي، مع شرايح من الفلفل. اهو يا جماعه، عشان الفيديو ما يطولش، ولو عملناه لعيالنا وما قلناش ان هو، قلنا ان هو كفته او برجر، هيصدقوا. طبعا انا محضره الباقي اهو، هقليه بعد التصوير. هاخد له الصوره كده اهو. واول ما يطلع طبعا احطه فيه العيش الكايزر.